اهلا بيكم فيديو جديد من فيديوهاتي. انا معاكم لينا. الفيديو النهارده عن حاجه انا عماله اسمع بقالي فتره كذا حد بيتكلم عنها، وانها فوط ايكو واي ممتازه جدا للبيت. اصحابي ومعارفي ناس كتيره جابوا منها وبيحلفوا لي ان هم بقالهم اكتر من سنه ونص ما دخلش بيتهم منظفات، مجرد بيستخدموا الفوط بس معاها الميه من غير اي حاجه. فطبعا ده الموضوع عجبني جدا علشان صحتنا وجلدنا وايدينا ونفسنا برضو، وكمان علشان التوفير. المنظفات بقت اسعارها غالية، والواحد طبعا بيجيب من كل بند حاجة في الشهر، فبتجمع مبلغ كل شهر. متخيلين الكرسي اللي على الشمال كان عامل ازاي، وبعد استخدام فوطة الدهون الموف بقى عامل ازاي على اليمين؟ بجد سحر ومن غير اي منظفات. والشفاط ده من غير اي منظفات، مجرد بفوطة الدهون ومية دافية. وهم. ودي فوطة الازاز، شايفين الفرق على اليمين كان عامل ازاي، وبعد استخدام مية بس بقى على الشمال عامل ازاي. هيدي اهو هنفتح مع بعض منتجات ايكوواي اللي جبتها من جروب اسمه ايكوواي برودكتس. الادمن بتاعته استاذة روانا عادل. سايبالكوا برضو سكرين شوت من شكل الجروب، علشان في برضو ممكن تلاقوا جروبس تانية اسمها ايكوواي برودكتس، بس الصراحة انا كنت عايزة اشتري من حد يبقى موثوق فيه. وطبعا الفوط اهم حاجة تبقى اصلية، ما تبقاش حاجة تقليد او حاجة مش بتؤدي الغرض. فجبت الفوطة الموف دي، مسمينها الفوطة السحرية. عمالة اسمع عليها حاجات كتيرة جدا جدا، وهي اسمها فوطة الدهون الموف. تنفع لتنظيف المفروشات، لتنظيف الدهون، البوتاجاز، الحوائط، ظرف المطبخ، الدواليب. بجد وهم. دي فوطة الازاز. وطبعا احلى حاجة في الفوط دي اولا انها مش هتحتاجي معاها اي كيميكالز خالص، مش هتحتاجي معاها اي منظفات، يعني هتوفري المنظفات اللي دلوقتي بقى سعرها غالي جدا. دي الصابونة انا جبتها دي احتياطي، على اساس لو انا حبيت اغسل يعني انضف الفوط بالصابونة. بس انتوا لو مش عايزين تجيبوها مفيش مشكلة خالص، مش شرط تجيبوها. الفوط مجرد انها تتغسل بالمية وتتحط في مكان تتنشف فيه، بس مش معرضة للشمس دايركت، يعني مكان ظل تتنشف فيه، وما يتحطش عليها بقى اي صابون عادي، يعني ما تتغسلش بصابون عادي. هي يا اما الصابونة دي يا اما تغسلوها بمية سخنة كده وتحطوها تنشف في مكان ظل. دي الفوطة الموف اللي هي الفوطة السحرية بتاعت الدهون، ليها وشين، وش ناعم ووش اخشن شوية، بس الاتنين طبعا في المجمل ناعمين على ايدك. وطبعا الحاجة التانية اللي كنت عايزة اقولها بالنسبة للتوفير، بعيدا عن توفير سعر المنظفات اللي هتشتريها، صحتك ونفسك، ايدك ما تبقاش على طول في الكيميكالز، والتنفس كمان لما بنرش حاجات اذابة الدهون دي بتطلع زي ريحة كده مش حلوة خالص ابدا على التنفس. دي فوطة الازاز برضو مش هتحتاجي معاها اي منظفات ولا اي ملمع ازاز، يا دوب بتبلي طرف الفوطة تنديها طرفها بس، وتلمعي بالطرف المندي، وبعدين تنشفي بالطرف الناشف. ودي كده الصابونة اللي هي لو حابين ان احنا ننظف بيها الفوط بعد كذا استخدام. طبعا الفوط دي تقعد معاكي سنتين، متخيلة يعني انك تجيبي حاجة بالسعر ده تقعد معاكي سنتين وما تشتريش اي منظفات؟ طبعا ده حاجة وهم، وتبقي محافظة على صحتك ومحافظة على فلوسك، وحاجة نظيفة بتستخدميها. الصابونة اصلا دي طبيعية اللي بتغسلي بيها الفوط، كلها زيت زيتون و حاجات كلها طبيعية. بصوا يعني المكونات بتاعتها: زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت الخروع، زيت النخيل، يعني حاجات كلها صحية، مش كيميكالز تأثر على الفوط ولا على ايدك او اي حاجة. انا بقى كنت صراحة يعني مش مصدقة ومستغربة موضوع ان حاجة كده مجرد نبلها ونمسح بيها دهون ونلمع ازاز وحاجات من الحركات دي. طبعا اول حاجة فوطة الدهون قبل ما تستخدميها بتبليها بمية سخنة قد ما ايديكي تستحمل. اول استخدام بس بتروحي حطاها في طبق وحط عليها مية من البويلر لمدة 3 أو 4 دقايق، وبعدين بعد كده بتستخدميها. في المرات العادية قبل الاستخدام بتحطي عليها بس مية سخنة من الحنفية من غير طبعا اي منظفات ولا اي حاجة، وعلى قد ما درجة ايدك تستحمل المية السخنة، وتبتدي ان انتي تلمعي بيها. ده احنا كده البويلر وصل لدرجة الغليان، وحطيتها كده علشان ده يبقى ايه
اول استخدام هنشوف مع بعض بقى. انا سمعت عن الفوطه دي كلام قد كده من ناس كتيره. ده البوتاجاز طبعا، عذرا عن المنظر ده، كان من الليله اللي قبلها، اليوم اللي قبله، ومرضتش ان انضفه، قلت عشان البقعه تبقى ماسكه وصعبه. اوكي، دي طرطشه صلصه على البوتاجاز وشويه صغننين على الحيطه. بصوا المنظر عامل ازاي. انا سايباها من اليوم اللي قبله، اللي هو يعني لما نيجي ندعك بصبعنا الحاجات دي ما بتتشالش. وبرده الحيطه زي ما انتوا هتشوفوا، بصوا لو باين في الكاميرا في زي طرطشه دهون. بصوا الشفاط عامل ازاي، لان الست اللي كانت بتنظف كان بقالي فتره مسافره وهي ما جاتش. فطبعا هي لما بتيجي تنظف الحاجات دي والشفاط والحيطه بترش مذيب دهون كده لونه اسود، اسمه باور باين ولا ايه. بصوا السحر، المذيب الدهون اللي بترشه ده بتقولي اطلعي بره المطبخ وهي بترشه، وتطلع تقف بره حوالي 5-10 دقايق لغايه لما الريحه تخف شويه وتبتدي تيجي تشتغل. بصوا السحر. الدهون دي بقول لكم من امبارح لازقه. انا مجرد الميه اتبلت الفوطه اتبلت بميه سخنه وبمشي عليها بايدي. بصوا يعني، ولا بقى سلك مكحت في الحاجه، ان السلك كمان مع دعك الحاجه ساعات بيخربشها، ولا منظفات يعني تقلم ايدينا ونفسنا، ولا فلوس ضايعه على منظفات. والفوطه دي تقعد معاكي سنتين. ايديكي بس في يعني مجرد انك انتي بايديكي تمشي على دهون صعبه مستعصيه، دهون قديمه. بصوا اللمعه اصلا بعدها مجرد بايدي. انا والله ما كنتش مصدقه السحر. يعني انا يا ريت كنت صورت رد فعلي وانا بشتغل بيها. بصوا بتلمع ازاي، شايفين الاضاءه اللي فوق في السقف باينه في لمعه البوتاجاز. والحيطه اهي طرطشه الصلصه كانت عليها، بايدي بعدي عليها بتشيل الدهون. انا مش عارفه ده سحر ده ولا ايه بجد. يعني بجد انا انبهرت. انا كان بقالي فتره كبيره بسمع عن الفوط دي، وصراحه كنت خايفه اجيبها لحسن يضحك عليا او ما تبقاش فعلا بتعمل الحاجات دي، او اجيبها من جروب مش موثوق فيه. بس فعلا بصوا اللمعه والنظافه في ثواني زي ما انتوا شايفين. لا بقى ايدي اتأذت من منظفات، ولو بقى متعوره في ايدي طبعا بتبقى بهدله قوي المنظفات فيها، ولا بقى فلوس رايحه على منظفات، ومنتهى النظافه. طيب بعد الدهون بيبقى فيها دهون، هنعمل ايه؟ هنغسلها كويس جدا جدا، بس ما نحطش عليها صابون عادي. هي يدوب يا اما بالميه كده ونسيبها في مكان ظل تنشف، يا اما بالصابونه الطبيعيه بتاعت ايكواي. ما تتغسلش ابدا بصابونه ولا منظفات علشان هتبوظ. هي لازم يا اما بصابونه طبيعيه زي بتاعت ايكواي اللي انا جبتها، يا اما بالميه كده وتتشطف كويس كويس وتتعلق في مكان ظل تنشف، ما تتعرضش لشمس مباشرة. بس شايفين السهولة؟ يعني انتوا ممكن بالفوطة دي تمشوا على المطبخ مشي كامل، الترابيزات، الرخامات، كل حاجة، ولا تأذوا نفسكم ولا تأذوا صحتكم ولا بشرتكم ولا تصرفوا في فلوسكم على الفاضي. بس انا سايباها هنا تنشف. بعد ما انا علقتها قلت ايه ده، انا ما عملتش الشفاط. طب ما اشوف الشفاط ده اللي الدهون متراكمة عليه. بصوا اصلا الدهون عامله ازاي. يعني الدهون انا كنت بعملها، بصوا فرق اليمين عن الشمال في ثواني بايدي. بصوا اصلا الدهون بضفري، بصوا عماله تتشال بالعافيه بضفري، والباقيين بصوا مش بيتشالوا، الحته بس اللي بكحتها بضفري بتتشال. شوفوا بسهوله مع الفوطه اتشالت بسرعه وبقت بتلمع، فوطه الدهون السحريه دي. وده بقى قلت بالمرة اكمل فوق. بجد الفوطة من كتر ما هي هتبهركم هتلاقوا ان انتوا مستسهلين تعملوا اي حاجة بقى. بصوا الازاز بتاع الشفاط بقى بيلمع ما شاء الله، الله اكبر ازاي. اللي كان اصلا يعني الواحد بيشوفه بيكتئب وهو مدهن، واقول لما الست تيجي اللي بتساعدني في التنظيف تروح. نيجي بقى لفوطة الازاز، واللي انا قلت يعني فوطة الازاز دي هتعمل ايه اكتر من اللي بعمله. يا دوب بس تندوا طرفها نقطة بسيطة، لا مية كتير ولا ما يبقاش فيه مية، اللي هي التندية المتوسطة، وتسيبوا الباقي ناشف. اوكي. والله قبل ما استخدم دلوقتي معاكم الفوطه دي انا كنت ملمعاها بفوطه الازاز اللي عندي وجلانس الترابيزه دي، وما عجبنيش التلميع. انا كنت ايه بقى سايبه فوطه الازاز، قلت على جنب خلاص ابقى استخدمها المره الجايه. بعد ما لمعت بجلانس والفوطه بصوا شايفين التلميع فيه عامل ازاي، يعني فيه خطوط، مش الازاز بيلمع تماما. شايفين اهي دي ترابيزه متلمعه والله بجلانس وقماشه ازاز كانت جايه مع جلانس.
قلت اما اشوف كده بدي اهو. الاول بنعمل بالجزء المندي وبعدين بعد كده بننشف بالجزء الناشف. شايفين الفرق؟ بسم الله ما شاء الله، فرق لمعة الازاز عن الاول والخطوط اللي كانت فيه. اللي عرفته بقى ان فوطة الازاز دي بيكون فيها يعني اي وقت بتلمعي فيه الازاز من التراب بيطير وينزل تاني، لكن الفوطة بتاعة الازاز هي بتمتص التراب. فهو ده الفرق، ان انتي مش بتلاقي ان الحاجة معفرة تاني بعدها، ومش بتلاقي ان الحاجة عاملة خطوط بالتراب. برضو رحت قلت طيب ما اعمل الميكرويف، انا شايفة فيه الخطوط دي. برضو جيت بالطرف المبلول، وصراحة بجد حاجة وهم. انا بجد ما بقتش مصدقة السهولة، وازاي الواحد كان قاعد من غير الحاجات دي طول الوقت. شوفوا بقى الجمال، شوفوا ما شاء الله. الازاز بقى بيلمع وبيبرق مش زي الاول. بجد بجد تحفة. وكمان استاذة روان عادل اللي اتعاملت معاها بجد شخصية محترمة وذوق جدا جدا، تخلي الواحد بجد يتبسط وهو بيجيب الحاجة ويطمن معاها. انا كنت مقلقة ان اجيب الفوط دي الاول، لان مش عايزة اجيب حاجة تبقى مش اصلية. دخلت على الجروب بتاعها وشوفت الريفيوهات، وقد ايه ناس ما شاء الله بتشكر فيها وفي منتجاتها. اتشجعت. شوفوا هتوفروا تمن منظفات كتير. شوفوا الفرق ما بين الازاز قبل وبعد، والفرق ما بين البوتاجاز قبل وبعد. وكمان عايزة اقول لكم فوطة الدهون للمفروشات تقدروا ترجعوا بيها اي حاجة كأنها لسه جديدة لانج. شايفين الصور قبل وبعد؟ ودي برضو فوطة الدهون، الشفاطات والحاجات اللي عليها دهون، الحاجات اللي في الفرن بمنتهى السهولة. حتى الشنط المدارس، وحتى الكوتشيات ممكن كمان تستخدموها في الكوتشيات. دي بجد الفوطة السحرية. في طبعا بقى منتجات كتيرة من ايكوواي، بس دول اللي انا اشتريتهم، الثلاث منتجات اللي انا اشتريتهم. وبجد حبيت اني نشوف السحر مع بعض. علشان بجد انتوا عارفين كل ما بلاقي حاجة تقدر تفيدكم او تنفع اي حد بحب اعمل بيها فيديو. وبس كده، فيديو النهاردة خلص. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك علشان تشجعوني اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة انزلوا دلوقتي حالا دوسوا على زرار اشتراك وفعلوا زرار الجرس اللي جنبه علشان يوصلكم كل فيديوهاتي وريفيوهاتي. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.